اول يوم بعد ترانسفير ماركت السعودي ما يقفل، امبارح قفل الترانسفير الماركت السعودي 7 سبتمبر، والنهارده الجمعه 8 سبتمبر. اول يوم بعد ترانسفير ماركت السعودي، انديه العالم خلاص ارتاحت. كانت كل واحد حاطط ايده على قلبه وخايف على اللعيب اللي عنده اللي هو النجم او اللاعبين وكده، ان هم يجي لهم عروض قويه ومغريه من الدوري السعودي. النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم جميعا. لو وصلك الفيديو انزل اشترك في القناه على طول، وتعالى هاخدك معايا في رحله في الانديه السعوديه. كل فريق جاب مين، ومش هقول لك كل فريق صرف كام، ده هخليه لك سؤال الحلقه. تقول لي في الكومنتس مين اكتر فريق صرف فلوس في الماركت السعودي من اول ما ابتدى لحد ما اتقفل يوم 7/9 الساعه 12 بالليل. مش هقولك، انت قول لي في الكومنتس. بس هاخدك في كل الفرق، مش في كل الفرق، في الفرق اللي هي عملت الصفقات الكبيره. هتكلم عن الهلال، هتكلم عن الاتحاد، هتكلم عن النصر، هتكلم عن الاهلي، هتكلم عن كل دول، هتكلم عن الاتفاق والشباب عشان جابوا لعيبه حلوه الصراحه برضو. فخليك معايا متابع الفيديو هتتبسط. اول فريق معانا دلوقتي هبتدي بالهلال. الهلال راح جاب مين؟ الهلال راح جاب 6 لعيبه. الهلال راح جاب نيمار، سافيتش، متروفيتش، نيفيس، مالكوم، كوليبالي دايما على بالي. جاب 6 لعيبه. ايه رايي في الترانسفير ماركت بتاع الهلال؟ الهلال اول ما ابتدى الترانسفير ماركت كان اضعف فريق نشاطا، مقابلة بالاتحاد اللي كان مولع الكلام، مقابلة بالاهلي اللي خلص صفقاته بدري، مقابلة بالنصر. بس لما تيجي تقول لي بعد يوم 7 سبتمبر ايه رايك في الترانسفير ماركت بتاع الهلال؟ اقول لك ترانسفير ماركت قوي جدا. قوى فريقه من ناحيتين، من ناحيه التسويقيه بلعيب زي نيمار، ومن ناحيه في الملعب بلعيب زي نيفيس، بلعيب زي مالكوم، بلعيب زي كوليبالي، بمتروفيتش. شفنا متروفيتش عمل ايه في ديربي الهلال الاخير. ف فانا رايي بالنسبه للاتحاد ترانسفير ماركت قوي جدا. اي نعم جه متاخر بعض الشيء، بس ترانسفير ماركت قوي جدا الصراحه، يحسدوا عليه. بس في معلومه، هي مش معلومه، هي مش جديده علينا كاي حد مشجع كره عالميه. ودلوقتي اللعيب العالمي ده راح السعوديه عشان احنا خلاص اتعودنا انه عادي صباح الفل اللعيبه العالميه جايه الدوري السعودي. ولسه ده اول ترانسفير ماركت، بس ده لسه اللي جاي كان اقوى واقوى واقوى حقيقي. فبالنسبه للعيب زي نيمار، انا عاشق لنيمار يعني الصراحه. هتقول لي ده لعيب متخاذل ومش متخاذل، هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه. نيمار من احرف من لمس الكره، كلنا عارفين كده. بس يا راجل يا اللي هتشجع الهلال، انا عايز اقول لك ان نيمار فادك في القيمه التسويقيه اكتر ما هيفيدك في الملعب. ليه؟ عشان ما تتجلطش وانت قاعد بتتفرج، ولا نوصل لشهر 11 12 تلاقي نيمار انا مش قادر بطني وجعاني وعنده عيد ميلاد اخته. لا، انا عايزك بقى تتعود معايا ان ده نيمار. انت ولا لسه بتتعرف على نيمار، ولا انا لسه بتعرف على نيمار. كلها عارفه نيمار، ان نيمار في عز ما كان عنده ماتشات شامبيونز ليج بيقول لك مش قادر، انا تعبان عضلتي، عيد ميلاد اختي، وتلاقيه مسافر ومبسوط وستوريز وبوستات. فده برضو عشان انت ما تتجلطش، فاهمني؟ لازم تعمل حسابك ان انت جبت لعيبه عالميه، بس كل واحد ليه عيبه وميزته. ده العيب الوحيد لنيمار، ان هو متخاذل. لو عرف اداره الهلال تتعامل مع نيمار بذكاء، هتكسب من وراه في الملعب وتسويقيا. مين تاني الهلال كسب منه في الملعب؟ طبعا نيفيز اقوى نص الملعب من وجهه نظري. جه للسعوديه لعيب صغير، لعيب عارف لما تروح مثلا تشتري عربيه يقول لك ايه دي مستعمله استعمال طبيب. هو نيفيز مستعمل استعمال طبيب. هتقول لي اكتر من فابينيو كانتي، اقول لك انا شايف ان نيفيز بيشوكو اكتر من فابينيو كانتي. فابينيو كانتي الدنيا داست عليهم شويه سيكا، اما بالنسبه لنيفيز لعيب كانت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بتتخانق عليه. فالصراحه من اقوى صفقات نص الملعب اللي جت السعوديه وبالذات للهلال. حقيقي مدافع قوي جدا. كوليبالي دايما على بالي. مالكوم يعني ما خدش فرصته كامله في برشلونه، بس احنا كلنا عارفين مالكوم وقد ايه هو دريبلر وسريع وشوتر وبيتحرك في كل حته. ومالكوم اللي قد كده هيدر. فترانسفير ماركت من وجهه نظري للهلاليين حقيقي محترم جدا. مش هقول لك الهلال صرف كام عشان هو ده سؤال الحلقه، هفكرك بيه كل شويه. بعد كده هاخدك واروح للفريق التاني. فريق معايا الاتحاد الاتي. وحقيقي الاتحاد هياخد مني وقت سيكا عشان حابب اتكلم في كذا حته.
الاتحاد راح جاب مين؟ الاتحاد راح جاب برضو 6 لعيبه، جاب كانتي، جاب فابينيو، جاب بنزيما، جاب جوتا لعيبه. وايه رايك في الترانسفير ماركت ده؟ هقول لك طبعا كاسماء لعيبه محطوطه قدامنا، ترانسفير ماركت ايه ده يا اخي، يا ريتني كنت انا والله، فاهمني؟ ترانسفير ماركت قوي جدا، ايه الحلاوه دي. بس انا عايز اسالك على حاجه. الاتحاد دلوقتي كان عندها مشكله في نص الملعب. المشكله في نص الملعب دي غطتها بمين؟ غطتها بما شاء الله 2 من هاي ليفل اللي موجود في وسط الملعب في العالم، ايه ليفل فعلا، فابينيو وكانتي. بس في الدفاع انت عارف من قبل ما الترانسفير ماركت يفتح ان انت عندك حجازي اوت اوف فورم غصب عنه، عنده اصابه هتطلعه بره الموسم ولسه فتره تاهيل. فين المدافع اللي انت جبته؟ فين المدافع القوي اللي انت جبته وانت عارف ان انت محتاج مدافع؟ فدي نقرة نحطها على جنب. فابينيو وكانتي 10 من 10 صفقات، 10 من 10. ده لسه برضو عنده يطلع وده لسه عنده يطلع. اقوى صفقة بنزيما، زي ما قلنا الهلال عنده نيمار كحاجة تسويقية، بنزيما هو للاتحاد هو القيمة التسويقية. ومين يقدر يضيف قيمة تسويقية غير بنزيما؟ الحكومة. ال5 تشامبيونز ليج، لعيب من اعلى المستويات، خلق ما بيتكلمش، ما بيهوهوش، ما بيعملش اي حاجه. الصراحه اقوى صفقه للاتحاد، وطبعا ده اكيد راي حد، صفقه بنزيما. ايه اكتر صفقه انا شايف ملهاش لازمه وكانت ممكن تستثمر استثمار اقوى في المدافع؟ صفقه جوتا. انا مش عارف جوتا جاي ليه الصراحه، ولا هو البوب، ولا هو الاسم العالمي، ولا هو الجامد جدا في مركزه، ولا هو حلو اكسبكتد جاي، لسه جوتا جاي. بس انت ما كنتش بتجيب لعيبه اللي هي هتيجي بعد شويه، لا انت بتجيب لعيبه بوبات اوريدي. فانت ليه جبت واحد ممكن يطلع منه قماش وممكن يطلع يبقى لعيب عادي؟ ممكن اي لعيب محلي يطلع كواليتي احسن منه. وده وجهه نظري، اللي هو في وسط الاسماء العالميه دي انت لازم تطعم بلعيبه محليه، عشان ده هيفيدك انت كسعوديه في كواليتي اتليست الدوري السعودي، سوري المنتخب السعودي. لما تطعم بلعيبه محليه كتير وسط البوبات العالميين اللي انت جبتهم دول، المنتخب السعودي ككواليتي ومع مدرب جديد الناس لسه جايباه ومع تيشيرت اديداس لسه عامله له اعلان ما شاء الله، يعني هيبقى منتخب قوي ومرعب. زي مثلا اللي حصل في ماتش الارجنتين، عايزين من ده بقى كتير يا شباب. فلازم نستخدم اللعيبه المحليه في وسط البوبات دي. فالصفقه بتاعت جوتا انا مش فاهمها الصراحه. اللي انا مش فاهمها دي، فعلى نص الموسم يتاقلم ويبقى جامد جدا عادي، محدش يعرف، يو نيفر نو، فاهمني؟ وممكن برضو في الهلال نيمار تلاقيه مره واحده استرجل، وايه ده يو نيفر نو، يعني ده مبدئي في الحياه اصلا. بس اللي احنا بنتكلم عليه من الامبريشنز اللي اوريدي موجوده من اللعيبه دي. فده كان الترانسفير ماركت بتاع الاتحاد. ايه تاني يؤخذ على الاتحاد؟ حته مهمه جدا. دلوقتي الاتحاد بعد مثلا ما الهلال راح جاب نيمار، الاتحاد قال لك انا عندي ايه ناقص ممكن اجيبه؟ قال لك عندي الحته بتاعت محمد صلاح. الموضوع ابتدى على 3 مقاطع. اول مقطع ب 100 مليون، قال لك لا. 150 مليون، قال لك لا. تالت مرة قال لك 250 مليون، وده اعلى رقم اتدفع في لعيب معدي 30 سنة. هل يا ترى الرقم ده كبير قوي؟ انا من وجهة نظري، وانا هو يعني انا بحب محمد صلاح لابعد الحدود، ومن احسن 3 لعيبه جت في افريقيا ان لم يكن احسن واحد من وجهة نظري، وان احنا مش هنشوف زيه تاني. بس الرقم ده ان هو يدفع في لعيب فوق ال 30 سنة، لا كتير قوي الصراحة. يعني وانت حاولت مرة واثنين وثلاثة، انا عارف برضو ان انت بتلعب على القيمة التسويقية، ما بتلعبش على القيمة في الملعب بس هرجع واقول لك محمد صلاح يستاهل. ليه محمد صلاح يستاهل؟ لاسباب لسه قايلها. احسن لاعب جه في القاره الافريقيه، تشامبيونز ليج، دوري، وي ليجند في ليفربول. انت ما بتجيبش لعيب عادي اللي هو بيتباع، لا انت دلوقتي بتجيب لعيب ليجند في ليفربول، اللي هو دلوقتي اسم محمد صلاح في اي توب 5 ليست ليها علاقه بليفربول. توب سكورر، توب اسيست، توب بلايد هوم، توب بلايد اواي، اكتر واحد جاب في التوب 6. محمد صلاح اسمه بقى موجود في اي توب 5 ليست بالنسبه لليفربول. فكان الاتحاد باصص على الحته دي وعايزها. بس انا الشيء الوحيد اللي
هتخوزوا على الاتحاد حاجه واحده، ان انت جربت مره وجربت 2 وجربت 3. طب خلاص عشان انت في مراكز تانية كنت محتاج فيها تستاهل وقتك ده، تستاهل وقتك تروح ورا مدافع، تستاهل يعني انا هقول لك على حاجه، السنه الجايه محمد صلاح ممكن يخلص من ليفربول للاتحاد ب 120 ل 150 مليون، مفيش بقى 250 فاهمني. بس مش عشان اي حاجه، بس عشان الوقت فرق فاهمني، الوقت هيبقى فرق. صلاح كبر سنه زياده، لو صلاح مستوى ليفربول ما قدرش يساعده ان هو ياخد اي بطوله، ينتج اي بطوله السنه دي في اليوروبا ليج، ينتج دوري، ينتج اي حاجه، برضه صلاح الماركت فاليو بتاعته مش هتبقى لفوق، يا هتثبت مكانها يا هتنزل. فبرضه مفيش 250، هي هتخلص من 120 ل 150، وليفربول برضه هيبقى مستفاد. بس عجبني الصراحه تعامل محمد صلاح. ليه محمد صلاح ولا طلع في بريس كونفرنس اللي هو المؤتمرات الاعلاميه وقال لك انا عايز امشي وجاي لي راتب خيالي، وفعلا مفيش حد في الدنيا يقدر يرفض الراتب الخيالي ده، ولا ضغط قال لهم انا عايز ابقى الكابتن بعد للاسف ما هو بقى الرابع ولا الخامس في شرط الكابتن. انا مش فاهم ليه، دي فيها حاجه غريبه جدا هتوضح مع الايام. لو صلاح مثلا عمل دوكيومنتري زي زلاتان وزي سير اليكس وزي الناس دي، لو صلاح عمل دوكيومنتري انا واثق ان الحته دي هتبان ليه في ايه يا جدعان. فدي حاجات كلها صلاح مضحي بيها من اجل البقاء في ليفربول ومن اجل الكيان ومن اجل ان هو بقى الليجند. ففعلا دلوقتي انا كواحد بحب محمد صلاح مش بحب ليفربول، انا مستني اشوف تقدير ليفربول لمحمد صلاح هيبقى على شكل ايه حقيقي. ده واحد جاله اللي هو ياخد 2 مليون دولار في اليوم تقريبا او حاجه زي كده، وقرر ان هو يقعد مجرد ان الفريق مش قادر يتصور شكل الفريق من غير محمد صلاح. محمد صلاح في اول 4 مباريات من الدوري الانجليزي في 9 اجوان جم لليفربول، هو مشارك في 5. انت متخيل؟ وترانسفير ماركت قفل. ففرحتي لو اخد من الاتحاد ال 250 مليون هيروح يجري يجيب مين؟ حتى جواو فيليكس اللي كانوا بيريلوا عليه وعايزينه وبيفكروا بديل لصلاح راحت برشلونه خلصته اعاره، بس خلاص كده ترانسفير ماركت خلص. حتى في يناير هتجيب مين في يناير؟ واللي هتجيبه في يناير ده هتأقلم معاك امتى؟ فده كان المأخذ الوحيد اللي انا الصراحه كتعقيب على الاتحاد. وكان نفسي للاتحاديين مش ليا انا ان هو مثلا نروح نجيب مهاجم، انا اسف، نروح نجيب مدافع عشان احنا محتاجين مدافع في بطولات احنا كتير داخلين فيها. الجيران حوالينا راحوا جابوا مدافعين وقووا نفسهم. فده كان كل حاجه صراحه ليها علاقه بالاتحاد. بعد كده هنروح للنصر. النصر جاب مين؟ النصر برضو جاب 6 لعيبه. جاب مين؟ جاب اوتافيو، جاب فوفانا، جاب ماني، جاب بروزوفيتش، جاب لابورتا، وجاب اليكس تيليس من مانشستر يونايتد، ولابورتا طبعا من مانشستر سيتي. ايه تعليقي على ال6 صفقات دول؟ تعليقي على ال6 صفقات دي جدا اعجبني بشده. واعجبني اكتر ان النصر شغال بالكود بتاعت احنا رجال افعال لا اقوال. هو ولا هيطلع يقول لك انا هروح واجيب وهودي ولا لا، خلص انا هروح بايرن ميونخ يا باشا اجيب ماني، خلصت. انا هروح الانتر اجيب بروزوفيتش، خلصت. انديه انجلترا كلها بتتخانق على بروزوفيتش، قال لهم سلام خلاص ده في النصر الموضوع خلصان. لابورتا في برشلونه كان بيكلمه قال له لا تعالى حبيبي تعالى معايا الموضوع خلص. اليكس تيليس هو اللي كان قاعد وجابه برضه. تقييم الصفقات النصر ال6 لعيبه اللي انا لسه قايل عليهم دول مع كريستيانو رونالدو اللي بدا الغزو السعودي كله، اول واحد يروح الدوري السعودي كان من اوروبا، الغزو اللي هو جه من اوروبا كله على الدوري السعودي هو اللي افتتحه. ودي كانت اقوى فكره ممكن تحصل في تاريخ الدوري السعودي، ان انت ما تروحش تجيب نجم عادي، انت تروح تجيب نجم النجوم والنجوم العاديه هتيجي وراه. فشابوه حقيقي للنصر للدوري السعودي، حقيقي قويه جدا لو فكرت فيها. حتى ده هيفرق في الويجز بتاعت اللعيبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما جبت كريستيانو رونالدو واديته شيء وشويات ما عنديش اي مشاكل، اللي هيجي بعده انت هتقول له انا هلاعبك في دوري فيه كريستيانو رونالدو، فبدل ما كنت هتديله ريالين هتديله ريال واحد، فاهمني؟ دلوقتي القيمه التسويقيه بتاعت الدوري السعودي عالي، 60 قناه بتنقل الدوري السعودي. فاللعيب اللي انت كنت جايبه تقول له معلش عشان خاطر تعالى العب عندنا دلوقتي، لا انت بتقول له حابب تيجي تلعب عندنا تعالى، مش حابب لا يا حبيبي دي هي اصلا متروسه نجوم، فاهمني؟ فالتوليفه الحلوه اللي النصر عملها، نرجع لموضوعنا، مع كريستيانو رونالدو مع تاليسكا مع هيخلي النصر موجود، خاصة بعد البطولة العربية واللي النصر قدر يخلصها. حقيقي انا واحد من الناس
انا مش من محبين، او يعني انا بقدر كريستيانو رونالدو كراجل بيعمل افورت، بيعمل مجهود، بيتدرب، بيتمرن، فراح في حته تانية انا بحبه في الحته دي. اما انا مش بيك فان لكريستيانو رونالدو، بس انا واحد من الناس بعد التوليفه دي اللي زودتها مع واحد بقيمه كريستيانو رونالدو، لا انا هقعد اتفرج على ماتش للنصر. النصر هيعمل ماتشات محترم، كريستيانو في النص، تاليسكا، ماني، ايه ده، ايه ده يعني ده ولا يعني ولا ميسي، نيمار، سواريز، يعني ايه الحلاوه دي. فده كان كل حاجه ليها علاقه بالنصر. مبسوط جدا حقيقي، عشان كنت فاكر ان هي صفقه كريستيانو بس هتقف عندها وخلاص، احنا جبنا كريستيانو وخلصت. لا، الناس ما وقفتش، الناس راح جابت ماني، بروزوفيتش، فوفانا، جابت تيلس ولابورتا. فحقيقي يعني يعني برافو على النصر حقيقي. بعد كده هاخدك ونروح للاهلي. الاهلي السعودي جاب كيسيه، جاب فيرمينيو، جاب محرز، جاب سانت ماكسيمان، جاب مندي، جاب دي ماريال من اتلانتا، وكان مولع الدنيا في الشامبيونز ليج مع اتلانتا حقيقي. فهتقول لي ايه رايك في السكواد اللي الاهلي جابه؟ ايه ده، ايه الحلاوه دي. حقيقي من اقوى ترانسفيرز ماركت اللي انا اتكلمت عليها حقيقي. يعني الاهلي من وجهه نظري عامل ترانسفير ماركت اقوى من تشيلسي في انجلترا. ان انت تروح تجيب سانت ماكسيمان، اللي هو في فترة ما سانت ماكسيمان كان هو البوب بتاع نيوكاسل، اللي هو الترس اللي بيدور الفريق كله قبل برضه ما السعودية تغزو نيوكاسل، وتونالي وويلسون وايزاك، كان هو صدقني لو انت تتفرج على الدوري الانجليزي كانت نيوكاسل ما هي الا التيشيرت الابيض واسود وسانت ماكسيمان بالبوناتيل، خلصت. في اي حاجه تانية في نيوكاسل؟ لا، هو سانت ماكسيمان. فبس يعني معروف، انت رايح تتفرج على سانت ماكسيمان، دريبلر بيشوت، بيجيب اجوان، فاولات، كورنرات، لعيب بيمتع العين. فراحت جابت لعيب زي ده. راحت جابت مين تاني؟ راحت جابت رياض محرز اللي انا يعني انا برضه بحلل ماتشات دوري انجليزي. من قبل ما اقرر ان انا هحلل دوري سعودي، قلت ان مانشستر سيتي هيدفع تمن بيع رياض محرز. مانشستر سيتي دلوقتي ما عندهاش اللعيب اللي بيستلم من فيرست تاتش، يقف ويرفع عينه، يا هيدربل يا هيلعبها على الناحيه الثانيه، يا اما هيلعبها ار2 مع الفاولات مع الكورنرات، رجليه مظبوطه مسطره. مانشستر سيتي دلوقتي بيدفع تمن. هتقول لي مانشستر سيتي ده توب وباول دوري ومش عارف ايه، هقول لك احنا لسه بدري قوي، احنا لسه اللعيبه كلها جايه فريش. بص على الاجهاد، ولما اللعيبه تتعب، لما اللعيبه مصابه زي دي بروين، مين هيعوض مكان الناس دي؟ بس الاهلي بذكاء دخل نتش رياض محرز، زي ما نتش لعيب فري ايجنت زي فيرمينيو وخلص معاه. فانت متخيل، بكلمك في رياض محرز، بكلمك في ماكسيمان الناحيه الثانيه، بكلمك في فيرمينيو في النص. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي فعلا. الاهلي عامل يعني في الجون مندي، ايه الحلاوه دي. الاهلي عامل ترانسفير ماركت، انا من وجهه نظري ترانسفير ماركت اقوى من من تشيلسي في انجلترا. لعيب زي كيسيه دلوقتي حالا بعد ما ترانسفير ماركت في العالم كله قفل، قال لك ان هو كان جاي له اوفر من مانشستر يونايتد. دلوقتي هم جابوا سفيان بن رابط، قبل سفيان كانوا بيكلموا كيسيه من برشلونه، وكيسيه قال لهم لا، بطلناها الشغله دي بقى، انا رايح السعوديه. وجاب جون وخلص ماتشات ما شاء الله. فحقيقي انا عاجبني جدا النصر، سوري انا اسف، الاهلي عاجبني جدا الاهلي عمل ترانسفير ماركت قوي جدا على اعلى المستويات حقيقي. بعد كده نروح للاتفاق. الاتفاق جاب مين؟ الاتفاق جاب الكابيتانو من ليفربول هندرسون، وطبعا جماهير ليفربول زقطت اخيرا ومش اخيرا خلصنا منه. وهو كان تقل، بس هو مش وحش، بالعكس هو كان تقل سيك في الوقت ان الاتفاق فعلا محتاج كابتن. حلو الكلام. راحت برضو لعيب سابق لليفربول، جابت فينالدوم. ولاي حد بيتفرج على الدوري الانجليزي جابت جراي بتاع ليستر سيتي. فدلوقتي دول الثلاث لعيبه، جراي بتاع ليستر سيتي اللي كان مولع الدنيا مع ليستر سيتي وكان في كلام ان هو يروح انديه كبيره زي تشيلسي، هندرسون الكابيتانو، وفينالدوم اكس ليفربول. فينالدوم كان بيلعب فين دلوقتي؟ فينالدوم كان اكس ليفربول، خرج من ليفربول راح باريس، من باريس راح حتى بس انا مش فاكر، بس تقريبا تركيا، بس حقيقي مش فاكر. ففينالدوم كان محتاج الطفره دي، ان هو يروح في دوري قوي يحس ان هو لسه عايش فهيطلع. ايه تاني برضو لفت انتباهي، ده خلاص كده انا خلصت كل حاجه. لفت انتباهي ان الشباب خلص في كاراسكو من اتلتيكو مدريد. حقيقي برافو، يعني حقيقي برافو. فريق ما عملش انتقالات اللي هو ايه ده بص الاتفاق بيعمل ايه، بس ان انت تروح تجيب كاراسكو من اتلتيكو مدريد ده برضو زي كده زي الين سانت ماكسيمان
في نيوكاسل. بس كراسكو بقى كان المميز اللي هو مع جريزمان، معاه بقى على مر العصور لويس سواريز، معاه موراتا قدام كده. بس هو كراسكو كدريبلر نجم ساحر، لمسه يعني لا يعلى عليها. فانا مبسوط جدا لكل ده اللي حصل في ترانسفير ماركت بتاع الدوري السعودي. حقيقي سؤال الحلقه هفكرك بيه لاخر مره، قول لي كام فلوس كل نادي صرف، ومين اعلى نادي صرف فلوس في الدوري السعودي كله؟ سيبها لي في الكومنتات، هاخد الاجابه الصحيحه واحطها عندي منشن على البيج في الانستجرام. اعمل لي فولو هناك، هسيب لك شكل الانستجرام عندي شكله عامل ازاي. لو اتبسطت في القناه اشترك في الحلقه. وشكرا جدا على كل الحب والدعم اللي انا شفته على فيديو الهلال والاتحاد الديربي الايتي. شكرا جدا، اشوفكم على خير، اتبسطت معاكم.